الوفد ضمير الامه، عاش الوفد ضمير الامه، عاش الوفد ضمير الامه. استاذ محمد مصطفى الشردي، برضه كنا بنقول ان من ضمن الشفافيه ان كان واضح للناس كلها وكان واضح قوي ان انت تناصر الدكتور سيد البدوي، وكان الكل عارف الكلام ده كله. انما انت متوقع ايه النتيجه؟ ايه النتيجه؟ بعد شويه تعلن. انت شايف النتيجه شكلها ايه؟ لا انا عايز اقول لك حاجه، النتيجه طلعت خلاص. واللي فاز هو حزب الوفد. بغض النظر عن الرئيس الذي سيتم اعلانه النهارده الان خلال ساعه، انا عايز اقول لك ان الوفد بسبب اراء الناس وتوقعاتهم ودفعاتهم خلال الشهر اللي فات والتفافهم حواليه والاعلام وانتظاره لدور الوفد كحزب هو اللي فاز. ما عادش يهمني النهارده الا ان احنا نقف صف واحد جنب الرئيس اللي هيتم اعلان اسمه كمان ساعه، كلنا جنب الرئيس ده، كلنا من رئيس الوفد طبعا. لا ما انت هتخش بيا في سكه ثانيه. لا ده صعب جدا. كويس. ليه؟ لان النهارده برجع اقول لك انا اتمنى فوز الدكتور السيد البدوي طبعا، بس ده مش معناه ان انا بكره الدكتور محمود أباظة، بالعكس انا بحبه جدا وهو صديق ليا جدا، اتعلمت منه كتير. فبالتالي المساله هي ان احنا كلنا عملنا اللي احنا بننادي بيه شعب مصر، كلنا ادينا حقنا وكلنا مارسنا حقنا في الديمقراطيه وفي الاختيار وفي المعارضه داخل حزبنا، وقعدنا مع بعض كلنا النهارده كنا بنضحك في وش بعض وبنكلم بعض، وبكره هنعمل ده وبكره هنكمل مشوارنا. وان التغيير ده سمه انسانيه، سمه لازم تبقى موجوده في كل المجتمعات. سيد لا توجد مؤسسه في الدنيا تقف على شخص. ما ينفعش. قصدك ايه؟ قصدي ايه؟ بص يا سيدي بقى، خش معايا شمال في السكه الثانيه. المؤسسات يا سيد، المؤسسات يا سيد، احنا بندي مثل النهارده ان المؤسسه عندما يتغير فيها انسان لا تنهار ابدا، اللي مش مرتبطه باسم شخص ولا يجب ان هي تكون مرتبطه باسم شخص. وما ينفعش داخل المؤسسه ان الشخص يزق بعيد عنه كل الناس اللي ممكن تعارض رايه، لان ده بيضعف المؤسسه، بيدمر المؤسسه. احنا في حزب الوفد النهارده كلنا بنقول لا، احنا بنثبت لمصر كلها وللاحزاب المصريه ان التغيير ممكن، ان المؤسسات تستمر ايا كان رئيسها المنتخب منها، واذا ما نفعش ننتخب واحد تاني، واذا اجى السيد البدوي ما نفعش هنجيب واحد غيره، واذا استمر الدكتور محمود وما نفعش هنقف قدامه تاني في انتخابات. ما عندوش غير الدوره دي. كويس. المساله مش في كده، المساله هي مساله المبدا. انت تدافع عن مبادئ وثوابت حزب الوفد اللي بننادي بيها في الشارع المصري، فإن ما كناش نطبقها جوه حزبنا مش هنعرف نقول للشارع المصري اقتنع بيها. زي كلنا بنقول، كلنا بنتكلم عن التغيير، انما كتير من الاحزاب اللي بتتكلم عن التغيير وبتتكلم عن الاصلاح هي جواها كتير جدا من الفساد، ولا تمارس حتى التغيير من داخلها. انما قيمه مصر الحقيقيه من زمان قوي كانت قيمتها في التعدديه، التعدديه حتى بما فيها الاجانب اللي جم عملت من مصر الولايات المتحده الامريكيه. قيمتها الحقيقيه في التعدديه الكبيره اللي موجوده جواها. في اللحظه اللي هنؤمن فيها بالتعدديه داخل مصر كل واحد بيعمل قيمه مضافه للبلد دي. حضرتك استاذ محمد شردي بيتكلم على ان المؤسسه مش الفرد. احنا في مصر طول الوقت كنا بنتكلم الفرد وليس المؤسسه. هو الحقيقه ان احنا ندخل في الفاظ وتعريفات وبتاع، انا يعني ضد هذا المعنى. انا دلوقتي ضد المؤسسه ولا الفرد؟ لا طبعا يد الله مع الجماعه، ويعني ان الاتحاد قوه، وبعدين الانسان لا يستطيع ان يبني امه النتيجه طلعت. ومين النتيجه؟ مين؟ سيد البدوي فاز. سيد البدوي فاز. سيد البدوي فاز. سيد البدوي فاز. سيد يا كتير طيب على الهواء يا بشير. فاز الدكتور سيد البدوي. سيد البدوي فاز في تجربة مهمة جدا.